بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي رسالة خاصة لأشقائنا وإخواننا في مصر، جمهورية مصر العربية بشعبها وأهلها وكل من يتعاون معنا من شعب تجراي المنكوب، من أختكم سعاد عبد محمد المقيمة في السويد من فترة طويلة جدا، ولي علاقة وطيدة مع إخواننا المصريين في أماكن مختلفة، ولي ذكريات جميلة أيضا مع مصر. وحبيت أن أشكر الشعب الجميل، شعب مصر أم الدنيا. حبيت خاصة أشكر الإخوة اليوتيوبرز فيهم يمكن اللي أعرفهم أنا، يعني مع الأسف ماني حافظة أسمائهم وما عاوزة أقول أسماء خطأ، لكن في 5 أو 6 واحد بيتكلم عن هذا الموضوع، عن موضوع تجراي. يعني حقيقة يعني كان لكم فضل بعد الله سبحانه وتعالى بأن أظهرتم حقائق كثيرة جدا عن إثيوبيا وما يحصل من المجازر وما يحصل من الظلم لشعب تجراي. وكنتم أنتم يعني أهل خير وأهل حقيقة كرم، بأن قلتم كلمة حق، يعني في زمن غاب فيه أنه الإنسان يقول كلام حق، أصبح يعني يتحد مع الظالم، مع المجرم، مع الغاوي، أو مع الذي يبيد الناس. أصبحت الناس تتآزر معه، سواء كانوا من أبناء البلد نفسها أو من الجيران أو غيره. فأنا صراحة يعني واجب مني أنا، كما شكرت أهل السودان وشعب السودان لأنه كان كريم جدا واستقبل اللاجئين. وكمان حتى سمعت اللاجئين، يعني في سودانيين يتركوا سريرهم أماكنهم حتى يعطوا للاجئين. بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. وأنتم أيضا أهل مصر معروفين بكرم الضيافة وبالتعاون مع من يحتاج. وفي بلادكم أنا يعني أعرف شخصيا بالتجربة، لا بس بالكلام لكن بالتجربة أيضا. فأنا من الناس اللي أحب مصر جدا، وحتى إن أولادي دائما كانوا يقولوا لي ماما أنت بتحبي مصر أكثر مما تحبي بلدك، من كتر ما أنا كنت أحكي لهم عن مصر. وبطبيعة الحال لأنه مصر مذكورة في القرآن، يعني كل من يقرأ قصة موسى عليه السلام، اللي يقرأ قصة يوسف عليه السلام، والأنبياء كلهم إلا لازم تذكر مصر. يعني في آيات في القرآن موجودة. فاللي يعرف تاريخ الإسلام وتاريخ الأنبياء وتاريخ الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية لازم يعرف مصر، لازم يعرف تاريخ مصر، يعني إيش هي مصر وأهل مصر. فبالتالي وكمان زائد إنه أهل مصر أثروا علينا بالمسلسلات وبالثقافة وبكل شيء. يعني نحن صغار كنا دائما نشاهد مسلسلات مصرية، فتربينا على ثقافتهم كمان. فله تأثير أنا في حياتي كثير. عدة شعوب، يعني أنا عايشت شعوب مختلفة، فكل شعب ترك في نفسي جانب إيجابي جدا. فأنا يعني قلبي يحن لمصر دائما. وأنا زرت مصر عدة مرات، 5 6 7 مرات. آخر مرة حتى زرتها، يعني قبل آخر مرة كنت أنا أيام الزلزال عام 1992 لما حصل بالزلزال في مصر. أنا و2 من أولادي رحت على أساس إني أسجل لدراسة الشريعة في الأزهر الشريف، اللي هي جامعة الأزهر الشريف. يعني صاروا 1000 سنة، من أقدم الجامعات في العالم، مش جامعة فقط للدين لتعليم الدين، لكن لتعليم كل شيء في جامعة الأزهر العريقة المعروفة يعني. فقدمت هناك طلب على أساس إني أدرس، وكان معي 2 أطفال 4 سنين و2 وحصل الزلزال. وصادف إنه في هذه الفترة يعني مرضت أمي الله يرحمها مرض شديد، فاضطريت إني أرجع من مصر إلى السويد، ووقفت مشروع الدراسة في مصر. وأيضا كان في سبب إنه الجامعة طلبت مني إني أرجع يعني لعدة سنوات في الدراسة مع الابتدائية وكذا. فأنا قلت لن يناسبني، يعني أنا كنت حابة يتعاملوا معايا على أساس إني أكمل من الفترة الدراسية اللي أنا قطعتها، لكن هذا نظام الأزهر على أي حال.
فحضرت الزلزال وكنت معهم في الزلزال في مدينة نصر، وكان موقف سبحان الله يعني الإنسان يتعلم منه كثير. يعني الزلزال ما سهل، يعني سبحان الله، وحصلت مشاكل كثيرة جدا، وسقطت بيوت وناس ماتت، الله يرحمهم كلهم جميعا. فهذا الموقف. وبعد ذلك يعني سافرت عدة مرات الغردقة والقاهرة، وآخر مرة كنت في اسكندرية مع ابني، قعدنا شهر كامل في اسكندرية. يعني أهل اسكندرية ما شاء الله أهل كرم أيضا، مع اثنين إخوة أو عائلة إخوة نعرفهم صداقة معهم، هم من النوبة، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. أيضا هم تعاونوا معنا بكل ما أحتاجه أنا. فقعدت في مصر في اسكندرية شهر كامل، وأنا حاسة إنه يعني بلدي الثاني. فلذلك الله المستعان. فلذلك يعني أهل مصر لهم مكانة في قلبي، وكما يقولون مصر أم الدنيا. وأنا حابة أذكر الآيات اللي ذكرت فيها لأهلنا مثلا اللي ما يعرفوا إنه القرآن ذكر فيها مصر. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه في سورة البقرة مذكورة فيها مصر. وأيضا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في سورة يونس أيضا مذكورة فيها مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا في سورة يوسف: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيضا في سورة يوسف. وقال أيضا: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يعني هذه الآيات وفي أحاديث كثيرة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا عن مصر وأهل مصر، وكيف وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأقباط مصر وكل الأقباط عموما إنه المفروض أن المسلمين يتعاملوا معهم بأدب واحترام ولا يؤذوهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ناسبهم بالزوج من ماريا القبطية. ماريا القبطية يعني اسمها ماريا القبطية من الأقباط، أسلمت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحترم كل إنسان، ولذلك كان يتعامل مع كل إنسان ويعطي حقه ولم يظلم أحدا. فنحن نواجه الآن في بلادنا في تجراي من بني جلدتنا من إخواننا من حكومتنا إبادة بشرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معهم مع المساكين مع المظلومين. فبالتالي نريد أيضا نحن من شعب مصر الحبيب الشقيق أن يساندوا إخوانهم ويكون لهم صوت كما فعلوا الإخوة اليوتيوبرز. يعني أنا أشكركم جدا كلكم. يعني أي واحد يوتيوبرز يتكلم عن حقائق أهل تجراي وعن حقائق الظلم اللي وقعهم، أشكركم جدا من كل قلبي، وأرجو أن أنتم تشيروا لكل المصريين ولكل اليوتيوبرز وكل من تكلم بالحق. وأرجو أيضا من الحكومات أن تساعد بما تستطيع للشعب المنكوب، للشعب المظلوم الذي ما زال يقع عليه المجازر، يقع عليه يعني الاعتداء، ليس لديهم طعام وليس لديهم ما يحتاجه الإنسان يوميا. يعني قطع عنهم كل الاتصالات كل الإنترنت، ويعانون من حكومة أبي أحمد وحكومة إيساياس، يعني مجازر لم نرى مثلها في حياتنا. فبالتالي نحن المفروض نكون مع المظلومين وما نكون مع الظالمين. فبالتالي أنا يعني أدعوكم من هذا المنبر أن تتعاونوا معنا، وفي نفس الوقت أيضا أشكركم على كل من يتعاون. ونحن أيضا يعني أنه
إنه الله سبحانه وتعالى يسخر أناس يعني لم تتوقعهم، يعني ليس ممن نتوقعهم وما وجدنا معونة، إنما ممن لم نتوقع أن يكون في جانب أهل تجراي وأهل المنكوبين الذين الآن صدر في حقهم يقولون من أجل العناصر الحكومية، ليست من عناصر الحكومية. يعني لو كانوا يحتاجون إلى عناصر الحكومية ليس من باب أنهم يبيدوا الشعب كله، هي مجزرة، يعني جونوسايد كما يقول العالم كله يتكلم عنها. كيف أنت من أجل ناس معينين تبيد الشعب هذا كله؟ يعني هذا ليس حق يراد به باطل، حق يراد به باطل. فبالتالي أنا مع الشعب المظلوم، هو شعبي أنا، تاريخي أنا، بلدي أنا، شعب النجاشي الذي استقبل المسلمين من مكة وتعامل معهم كما يتعاملون معه الآن أهل السودان وأهل مصر، آووهم وآزروهم واستقبلوهم، يعني حموهم من أجل دينهم، من أجل حريتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى صلى على النجاشي غائبا بعد أن أسلم. وهذا هو الشعب الذي يضرب الآن. كثير من الناس ما تعلم أهل تجراي، لأن أهل تجراي لم يكونوا يعرفون بهذه الطريقة، يعرفون من خلال إثيوبيا التي تجمع عرقيات وفئات كثيرة. وحتى أهل إثيوبيا الموجودين الآن لم يساندوا أهل تجراي مع أنهم نفس الشعوب. فلا أقول كل الناس، قد يكون يوجد بعض الناس من يساند، لكن أغلبية الناس مع الحكومة الغازية، مع الحكومة الغاصبة، مع الحكومة الظالمة. أبي أحمد الذي كثير انتشر في العالم أنه مسلم، ولكن أنا لا يهمني إن كان مسلم أو مسيحي أو غيره، المهم أن يكون عادل. نحن نحتاج إلى أن يكون عادل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم إلى الحبشة لم يقل لهم أن هناك في الحبشة ملك مسلم أو ملك نصراني. هو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ملك نصراني، لكن قال لهم ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فالناس كثيرة جدا يعني تخدع باسم الدين. الإنسان الذي له الدين يجب أن يكون أكثر الناس عدالة من غيره، ولكن الآن ما نرى حتى أهل الدين أصبحوا يساندون الظالمين والغاصبين، كما هو يعني حالة الإنسان يذهب إلى مصالحه وإلى ما تشتهيه نفسه. لكن الله سبحانه وتعالى يحب نكون مع المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا يا رسول الله ننصر أخانا المظلوم ونجيب له حقه، لكن كيف ننصر الظالم؟ فنقول له اتق الله، يعني اتق الله لا تظلم. نقول لا للظلم، لا نقبل الظلم. فبالتالي هذه رسالتي لكم. وطبعا أنا من الناس زي ما قلت لكم، يعني أنا أحب مصر، وحتى مع المصريين لما ألاقيهم بتكلم معهم مصري فبالتالي أرجو أن أنتم تتقبلوا مني شكري وتتقبلوا منه أيضا صوتي، وأرجو من الجميع أن يشير هذه الرسالة لكل الناس حتى تصل لإخواننا المصريين. وأحب أيضا أشكر كل من تعاون على الخير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، لا يحب الظالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فأرجو أنكم تتعاونوا مع المظلومين، مع المنكوبين في تجراي. والآن موجودين 50,000 لاجئ في السودان، والذين يعني صارت عندهم مشاكل، تقريبا 1,000,000 تجراي الذي خرج، اللي نقلوه من شغله، فلوس تبعه ما يقدر يطلعها من البنوك. يعني أشياء كثيرة جدا قاعدة تحصل. وأيضا حتى من أهل البلد أيضا من يكون متواطئ مع من الخونة الذين ينتظرون السلطة والمال. فما نقول إلا كما قال ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك نحن ما لنا غير أن الله سبحانه وتعالى ينصر الشعوب هذه. ناس كثيرة تفرق بين المسيحيين والمسلمين. الطائرات التي تأتي من الإمارات، إخواننا المسلمين الذين يضربون بالطائرات الإماراتية، لا تقول مسلم ولا غير المسلم، فهي تضرب كل الناس. يعني الآن زمن فيه يعني يحتار فيه الإنسان، ما فيش الآن أبيض وأسود، كل شيء ملخبط الآن.
فالإنسان يجب أن يختار كما يقول ربنا أنه نكون مع المظلومين. الرسول صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول قال: لو أنا دعيت لحلف لمثل حلف الفضول في وقت هذا لو كنت ذهبت إليه. وحلف الفضول هو اللي كان قبل الإسلام، الذي اتجمعوا الناس في مكة في قريش وقالوا إن إحنا لازم ننصر المظلومين ونساعد المنكوبين ونساعد الكبار والصغار والأطفال والنساء، هذول اللي زي الأمم المتحدة الآن، شبه الأمم المتحدة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت لذهبت إليه. فبالتالي نحن كمسلمين كيف نحن ما نساعد المظلومين والمنكوبين؟ أنا ما أستطيع أفهم هذا الشيء، لكن هذا رأيي، وهذا أنا يعني راح أساند لآخر يوم حتى الناس يرجع لها حقها وتقف الحرب. أيضا يعني أرجو منكم أن تطالبوا بإيقاف الحرب، لأنه هي صارت إبادة بشرية، وهذا لا يرضاه ربنا، لأنه هذا إفساد في الأرض، إخراج الناس من بيوتهم وتدمير الأطفال وتدمير الشباب. فهذا لا يقبل وهذا لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. أما من يرضى بهذا الشيء فهو إنسان قاسي القلب، يعني لا يهمه إلا مصلحته، لا يهمه إلا نفسه. فهذا إنسان ماتت ضميره ميت. أنا في أي أرض كان مع الإنسان المظلوم ولا أقبل. وأنا ياما ناصرت الشعوب كلها التي وقع فيها الظلم، دائما أنا في جانبها، يعني أفعل ما أستطيع فعله. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أخواننا في مصر، انتوا أجدع ناس، انتوا زي ما بتقولوا انتوا أجدع ناس، انتوا أجدع ناس، انتوا ناس ظريفين، انتوا أهل مصر. يعني كل الناس تشهد لكم، أهل المرح وأهل الفرح. يعني ما في شيء مش موجود في مصر، في موجود كل شيء: الأهرامات، التاريخ الإسلامي وتاريخ الفراعنة، تاريخ كل شيء، تاريخ الإنسانية كلها موجود هناك في مصر. ولذلك هي تسمى مصر أم الدنيا. أم الدنيا فعلا هي أم الدنيا، لأنها تحتوي على تاريخ عظيم وتاريخ طويل للإنسانية كلها. المفروض كل إنسان يفتخر بمصر، ونتمنى لكم دائما الخير والسلام والأمن والطمأنينة والرفاهية وكل خير نتمناه لكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. انتوا أحبائنا وأشقائنا، وإن شاء الله يعني تسلكم هذه رسالتي وأجد أيضا الجواب منكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.